السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. قبل ما نبتدي اي حاجة ننزل في الكومنتات ونكتب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل اكلة كل الناس بتحبها وكنا بناكلها ومتربين عليها من زمان وفي المدارس بقى وايه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الكشري المصري. طبعا سهل جدا وبسيط، هو بس حلله كتير بس هو سهل وبسيط جدا وتكات بقى مبالغ. الاكله بتاعت الكشري ده اكلتي للناس عارفاني بيها. بصوا سهل وبسيط جدا وخطواته مش ان شاء الله مش هتبقى صعبه ولا حاجه. بدون كلام كتير يلا بينا على المقادير. دلوقتي بقى بصوا هنعمل ايه. هنعمل طبعا الكشري المصري اللذيذ الجميل بتاعنا. هقول لكم الاول المقادير وبعد كده هقول لكم خطوه خطوه هنعمل ايه. طبعا الكشري معروف رز. طبعا كل ده لسه انا ايه هظبط. رز وعدس ومكرونه. انا بجيب النوعين على بعض، بجيب صغيره وبجيب سباكيتي بعملهم على بعض. ودي بصل للصلصه وتوم، بعملها بصل وتوم. ودي بصله كبيره وبصلتين صغيرين للتقليه اللي هو الورد اللي بيقولوا عليه. ودي بقى طماطم للصلصه. بس كده. انا هعمل ايه بقى؟ طبعا هاخد والرز والعدس والمكرونه هسلقهم. ده طبعا سليق عادي ما مش محتاج اي كلام ولا اي حاجه. هسلقهم، انا حاطه الميه على النار احطهم يتسلقوا. وبعدين بقى هاخد هعمل التوم هدقه وهعمل. وانا بعمل الصلصه هرجع لكم تاني واقول لكم بقى على تكات وحركات الكشري المصري. بس قبل ما امشي بقى ما تنسوش في اللايك والكومنت الحلو والاشتراك في قناه حكاوي بسمه في المطبخ. هروح وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ هنعمل الصلصه. طبعا سليق المكرونه والرز والعدس والحاجات دي عادي. هي التكات بقى في الصلصه في الورد عشان يطلع مقرمش وحلو. في الصلصه قصدي في الدقه في الشطه. هي دي التكات اللي ايه بتخلي بقى الكشري من الاخر. انا طبعا بقى لما باجي اعمل صلصه ما بعملش حبه على قد الاكله، لا انا بعمل وبشيل في الفريزر. كل ما اعمل اقوم عامله وشايلها في الفريزر. ليه بقى؟ ما بشيلش هم الصلصه ابدا. بصوا بقى زيت، احط زيت. طبعا انا هعمل كميه باخد اللي انا عايزاه. مش عايزه اقول لكم الحركه دي خدوها بقى من مملك تكه جديده اللي ما بيعملهاش. عايزه اقول لكم والله انها هتشيلوا هم الاكل تماما. سهل وبسيط جدا. هتخليكي بقى تعملي الصلصه وتقومي شايلاها ومطلع. بس بقى ايه ولا يا دوبك بنضربها في الخلاط قوي قوي قوي. واقوم بقى عامله اقوم حاطه بقى البصله تتسبك واعمل صلصه عاديه تماما. واقوم بقى شايله. يعني النهارده هعملها ببصل وتوم. دي بقى بتبقى لصلصه كشري لمسقعه لمكرونه طبعا اساسي. بصوا وتقومي بقى شايلينها. عايزاها بقى ببصل بس اوقات يبقى بعمل كميه كبيره. هبقى ان شاء الله هعمل معاكم تخزين الصلصه. عايزه اقول لكم بعمل كميه واشيلها ما بحطش بقى فيها ولا توم ولا حاجه. بس انا النهارده عشان مش كميه كبيره قوي فانا هتبلها كلها واعملها عشان انا عارفه ان انا هستخدمها في مكرونه بس او كشري او مسقعه. لكن لو في اكلات الخضار والطبيخ وكده طبعا ما بيستخدمش فيه خالص. ما بنحطش توم بقى في اكلات معينه. عايزه اقول لكم بقى تيجي هتعملي مكرونه وبانيه كيس الصلصه وتسلقي المكرونه والبانيه وعلى طول وتبقي مخلصه. تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا قلبي. بس كده سهله وبسيطه. هقول لكم بقى البصله هنا هتتحمر. ودي بقى التوابل توم وكزبره وبابريكا ومكعب ماجي وملح وحبه ملح وحبه سكر. ودي بقى ايه سكر وملح. طبعا انا هحطهم على الصلصه عشان انا زي ما قلت لكم مش عامله كميه. لكن انا لو عاملاه كتخزين في الفريزر لشهر 2 بقى في كده لا طبعا مش هحط خالص. ما بحطش كل الكلام ده. هي بصل وسمنه يعني سمنه زيت بس. ما بحطش كميه كبيره. واقوم هعملها معاكم سهله وبسيطه. وتقوموا مفرزينها بقى في الديب فريزر في الثلاجه في الفريزر برضه بتاع الثلاجه. تبقى جميله جدا وسهله وبسيطه. تعالى كده بقى تتحمر شويه وبعدين بقى ايه يا دوبك تصفري كده اقوم حاطه عليها التومه والتوابل. وهرجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا بقى دلوقتي يا حبايبي هنعمل نحط بقى التومه. هي بصوا انا يعني انا مخليها تسلقني. التومه ما بتاخدش وقت اساسا خالص. ما بتاخدش اي وقت في دوبك على السخونيه كمان بتاعه البصله هتلاقيها اصفرت. شو هتصفر واقوم بقى ايه يا دوبك بس تاخد لون ايه بسيط جدا. واقوم بقى ضايفه عليها التوابل اللي انا قلت لكم عليها الكزبره والبابريكا. البابريكا دي بقى التكه اللي انتوا تاخدوها مني بقى تتحط على البصله دلوقتي. ليه؟ تدي طعم جميل وتخلي البصل بقى والتسبيكه بتاعتك حمراء غير لما بتحطيها على الطماطم مباشر. ما بتديش دي بقى بتخلي البصله نفسها حمراء وتخلي التوابل كلها حلوه. الصلصه اقصد. عايزه اقول لكم بصوا هي مجرد ايه عشان الصلصه البصله سخنه يا دوب حمرت التسبيكه بصوا اتحمرت. بس كده. واقوم بقى حاطه التوابل
مكعب على هنا كنت بس تشويحه، بس ايه مش كتير، لا تشويحه بسيطه تشم كده ريحه التوابل يا سيدي. عايزه اقول لكم بقى التكه دي، التوابل لما تتحط هنا مع الثومه بصوا مع البابريكا بتدي ريحه والله ما لها حل، جامده. بصوا حتى انتوا شايفين بصوا عامله ازاي، يعني جامده جدا. بس كده اقوم عامله ايه بقى، طبعا انا عامله التسبيكه دي، قلت لكم انا ما اقدرش اعمل المره دي، بحس ان انا لا لازم احط اعمل كتير. طبعا اقوم حاطه بقى الطماطم، انا بقى عامله كميه بصوا الحله تكفيكي 3 4 مرات مرتاح كده بقى، وايه وتبقى عاتله هم اي حاجه. بس كده طبعا لازم معلقه السكر والتوابل كلها كده خلاص تغلي. مش هحيق ملح تاني دلوقتي، انا حاطه حبه بس مش هحيق، تغلي وتتسبك شويه اقوم شايفه بقى الملح، لان عشان لما بتاخد تدي مع بعض الملح ما بتعرفي، لكن دلوقتي لسه الملح ايه ما اختلطش. بس واحلى صلصه كشري بقى. وبعد ما نخلص قبل ما تطفي عليها بقى معلقه الكزبره الكبيره اللي بتديها طعم وريحه الكشري والصلصه اللي بره بالظبط. هروح بقى تتسبك وارجع لكم واجي عشان ايه اعمل معاكم بقى ايه الرز. بصوا بقى خدوا مني التكه بتاعت التومه دي، ده بتاع هعمل معاكم دلوقتي الرز. بصوا بقى التكه دي بجد جامده جدا. فص توم مش كتير يا دوبك بس كده يتحمر ويتشوح كده مع الزيت. عايزه اقول لكم بيخلي الرز طعمه يا لهوي جامد 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 جدا. مش هياخد بس ايه بقى، انا مش عايزاه ياخد لون كتير، يا دوبك ياخد كده لون كويس وايه يبقى حلو. بصوا بقى يا دوبك خدت لون كده بسيط قوي قوي التومه مع الزيت. عايزه اقول لكم بتدي تكه بقى للرز ايه جامده. عايزاكم بقى تعملوه بطريقه، طبعا دي الميه طبعا مغسول، طبعا الحاجات دي انتوا فاهمينها وعارفينها. هحط بقى بايدي بقى ومش بقى معلقه بس كده. عايزه اقول لكم بقى الرز الابيض ده هيبقى ليه طعم كده بالثومه جامد جامد. اعملوا بقى حاجتي دي بتكات كشري المصري بجد، دي علامتي المميزه في الاكل. كل اللي بياكلوا مني بقى ايه بحب الكشري بتاعي قوي. بس كده واحط بقى الميه بتاعته معيار الميه وبس كده يبقى الرز بتاعي استوى. دلوقتي بقى هنعمل احلى حاجه واحسن قسم في الكشري المصري، الشطه. اعملوها بطريقتي دي ومش تندموا. ده عباره عن زيت مسخناه قوي على النار، ودي الطماطم انا بقطعها، ودي شطه طبعا شطه بس، وتوم وملح بس والخل وميه. هنعمل ده طبعا زيت بسخناه جدا على النار، اوعوا تحطوه سخن على النار وتبعدوا وشكوا عشان بيعمل ريحه، يعني ريحه الشطه على النار بتعمل قلبان. تمام كده واقلب جايه ملوكه وتقلبي يا لهوي. بصي بقى هتبقى ايه نار كده ضايفه فصين التوم ازيكم وحشتوني قوي كده الشطه والملح والثوم، واقوم مقلبه كده واقوم حاطه الخل. انا بعمل الدقه والخل والشطه حاجه واحده، تبقى مولعه بس اللي هو بقى اللي يعني ملوش، اللي بيحب الدقه من غير الشطه خلاص يعملها الدقه لوحدها والشطه هي نفس الخطوات ما عدا يشيل الشطه والزيت طبعا، يجيب خل وثوم وملح وكمون بس كده. بصوا بقى الشطه عامله ازاي رهيبه. ما بقى بخفف شويه ميه، اللي بيحب الشطه يجرب شطتي دي بجد تحفه. انا بحب شطه الزيت جدا. بصوا بقى في المرحله دي ممكن تسيبيها كده لو انت مش عايزه فيها طماطم، لكن انا بحب فيها الطماطم. واقوم عامله بصوا بقى يا لهوي يا لهوي يا لهوي بقى الجمال والريحه تحفه تحفه. بس كده والدقه بتاعتي بقى الجامده دي ملهاش حل بجد رهيبه. يلوي ده في حته بصوا ما اتقطعتش. وادي الشطه بتاعتي والدقه في حاجه واحده، بس زي ما قلت لكم اللي ما بيحبش الدقه الشطه يعمل دقه لوحدها عباره عن ثوم وخل وشويه ميه وملح بس كده. ودي احلى طبق بقى. نشيل بقى كل التركيب بقى. بصوا بقى احلى طبق عايزه اقول لكم رهيب رهيب بقى. الشطه بقى جنب ده المصري جامد ملوش حل، مع بقى طبق بقى الورد الجامد ده. بصوا عايزه اقول بس مش عايزه المعلقه دي احسن فيها شطه وبنتي صغيره. المهم يعني بصوا ايه انا هصوركم بايدي بصوا. لا بصوا سامعين لسه سامعين القرمشه مقرمشها جدا جدا جدا. يبقى الشطه والدقه والحاجات الرز على النار والتسبيكه برده على النار وسلقت بقى العدس والمكرونه مفيش اي حاجه. احطهم بقى واغرف بقى قدامكم الحاجات الحلوه والجميله بقى. والكشري المصري احلى كشري مصري من المملك. ما تنسوش بقى في اللايك والكومنت الحلو والاشتراك في قناه حكاوي بسمه في المطبخ. هروح بقى وارجع لكم اكمل بقيه الكشري. دلوقتي بقى الحاله يعني بصي الوقت الحاسم زي ما بيقولوا. بص بقى طبعا المكرونه والرز والعدس ده ما فيهاش ايه اي افتكاسات يعني افتكاسات بقى والجمال. بصوا بقى شايفين طبق الصلصه الجامد ده شايفين بصوا عامله ازاي
لازم تحفة. الزيت يطلع على الوش كده عشان يبقى كده هي كده اتسبكت. بس بصوا بقى جامده، اعملوها زي ما انا عملتها جميله. طبعا بقى نحطها كده على الكشري. عايزه اقول لكم بجد طبق الكشري ده من الاخر بص سهل وبسيط خالص. اللي عايز بقى يحط بقى يعمل خل لوحده مفيش مشكله. انا عن نفسي بحب اعمل الرز ابيض، ما بحبش اعمله بشعريه. اللي عايز يعمله بشعريه يعمله مفيش مشكله. طبعا الحاجات المسلوقه دي الرز والمكرونه والعدس رز، الحاجات دي الكميات اللي انتوا عايزينها. وكمان الحاجات يعني انا بحب الرز بشعريه اعمله، بس انا بحس ان الرز بشعريه انا بعمله في الخضار يعني والاكل التاني. ايه اللي يخليني اعمله في كشري يعني؟ طبعا اللي عايز يعمله، بس انا بعمله رز ابيض. طبعا بقى وشويه بقى بصوا بقى، بصوا لازم تبقى بصوا مقرمشه، والله بصوا مقرمشه جدا ومرشين كده على الوش. بجد طبق كشري من الاخر. قولوا لي بقى الطبق ده لو جبناه من بره دلوقتي هيكلف قد ايه؟ ولا بصوا يعني هيتكلف بشكل غير عادي. وخلصنا. طبعا بقى طبق الشطه بتاعي تحفه جامده جامده جامده. بس بصوا شايفين الزيت؟ يا لهوي يا لهوي. بس انا بقى مش هقدر اعمل حاجه واحطها لاني طبعا عندي اطفال ومش هينفع وقت الاكل كل واحد بيحطه قدامه. بصوا بقى جامده جدا. بس كده وادي الكشري بتاعي المصري اللذيذ الجميل الخطير اللي ملوش حل بجد. جربوه بطريقتي ومش هتندموا ابدا. دلوقتي بقى اكون خلصت الكشري المصري الجامد بتاع ام ملك بقى، وجربوه بطريقتي وبالتكات اللي انا قلت عليها هتاكلوا احلى طبق كشري مصري في البيت وما كلفناهوش ولا اي حاجه. قولوا لي بقى في الكومنتات الطبق ده بره هنجيبه بكام. وقبل ما اقفل معاكم بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الكومنت الحلو والاشتراك في قناه حكاوي بسمه في المطبخ. ومع السلامه.